شات جي بي تي واحدة من أهم الأدوات اللي قدرت أكسب منها فلوس، فيا ترى عملت الكلام ده إزاي؟ في وسط التطور اللي احنا بنشوفه كل يوم النهارده، أصبح وجود الذكاء الاصطناعي فرض علينا كلنا، واللي هيقدر يستغله صح هو اللي هيقدر يتطور في حياته، أما اللي هيتجاهله هو اللي هيتأخر جامد جدا وكل الناس هتسبقه. وأكتر أداة اتشهرت جامد جدا للذكاء الاصطناعي هو تطبيق شات جي بي تي، فإزاي بقى في ناس بتقدر تستغله صح وتكسب منه فلوس؟ هو ده اللي أنا جاي أكلمك عنه في حلقة النهارده، فلو عايز تعرف أكتر يبقى دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. أنا طارق صادق وأنت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش على اللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. في حلقة النهارده بقى صديقي جاي أكلمك كده عن شوية استخدامات لشات جي بي تي قدرت منها أنا أو ناس أعرفهم اننا نكسب فلوس. ممكن الحلقه عشان الوقت ما يطولش مننا ما اقولكش تفاصيل كتير قوي، لكن هقولك على حاجات هي المهمه، ولو احتجت تفاصيل اكتر عن اي طريقه من الطرق اللي هنتكلم عنها النهارده اكتب لي اسمها بس انت في التعليقات واعملها لك في حلقه منفصله. ويلا بينا ما نضيعش وقت وندخل على اول استخدام لشات جي بي تي تقدر تكسب منه فلوس كويسه. اول استخدام يا صديقي تقدر تكسب منه فلوس هو كتابه المحتوى. في ناس كتير النهارده مستعده تصرف فلوس كتير جدا في حد بيعرف يكتب بشكل ابداعي، زي اسهلهم مثلا صناع المحتوى. انا النهارده صانع محتوى ومحتاج اعمل سكريبت قوي للفيديو بتاعي، لكن اسلوبي مش حلو ومش جذاب للجمهور ومش بقول كلام كده يشدهم، فساعتها بحتاج حد اسمه كوبي رايتر او كاتب محتوى يقدر يكتب لي كلام لما اطلع اقوله لك كسكريبت بيبقى جبار. حد زي الدحيح مثلا صديقي احمد الغندور، الكل عارف ان احمد الغندور في عنده تيم كامل للكتابه بيكتبوا سكريبت الحلقه كامله، واحمد كل اللي عليه هو يطلع بس ويؤدي الكلام اللي كتب له. فزي ما احمد الغندور هو بطل الحلقه، برضه الكاتب اللي كتب له الحلقه وكتب له السكريبت ده هو بطل برضه مش قليل خالص، وبرضه مرتبه مش قليل خالص. فانت النهارده لو عندك موهبه زي الكتابه لكنك مش قادر تكسب منها فلوس عشان اسلوبك مش اقوى حاجه وفي حاجات احسن، حاجه زي شات جي بي تي تساعدك جامد جدا. فكل مطلوب منك انك تدخل وتخلي شات جي بي تي يساعدك في انتاج سكريبتات ومحتوى كتابي قوي جدا يشد جدا، وبعد كده تقدر تبيعه وتكسب بيه فلوس. وعلى فكره انك تعرف تجيب منها فلوس الموضوع مش صعب، كل اللي عليك بس خد الحاجات دي من شات جي بي تي، وبعد كده الزباين هتلاقيها في مواقع الخدمات المصغره اللي كلمتك عنها في حلقات قبل كده، هسيبها لك تحت في وصف الفيديو. تاني استخدام معانا هو انشاء المنتجات الرقميه. المنتجات الرقميه ده صديقي زي حاجات كتير جدا، كتب الكترونيه او قوالب تصميم او حتى كراش كورسز او اللي بنسميها كورسات بسيطه. كل الحاجات دي واكتر يقدر يعملها لك الذكاء الاصطناعي. يعني انا بالفعل اعرف ناس كتبت كتب كامله عن طريق شات جي بي تي، والله العظيم من ضمنهم دكتور عندي في الكليه، وهو بنفسه اللي اعترف لنا قال لنا يا شباب الكتاب اللي معاكم ده انا عامله كامل بالذكاء الاصطناعي. ولو انت مثلا مصمم ومش عارف تعمل تصاميم ابداعيه، ممكن شات جي بي تي يساعدك في ان انت تطلع تصاميم رائعه، لانه دلوقتي بيقدر يرسم وبيقدر يلون ويقدر يعمل لك صور كمان. ولو عايز تقدم كورس ومش عارف تظبط الكلام، قول له موضوع الكورس والحاجات والنقاط اللي انت عايز تركز عليها وهتلاقي الكورس كامل موجود عندك. وبعد كده ممكن تاخد الكورس ده وتحطه على اي منصه كورسات والف مبروك كسبت فلوس. استخدامنا الثالث بقى صديقي هو تقديم مساعدات في البحث والتحليل. ناس كتير جدا يا صديقي وعلى راسهم طلبه الجامعات بيبقوا محتاجين حد يعمل لهم ابحاث، وكمان عندك اصحاب المشاريع بيبقوا محتاجين ناس تعمل لهم دراسه جدوى. فانت ممكن لو عندك خبره في الموضوع تدخل على شات جي بي تي وتخليه يساعدك في ان انت تعمل البحث القوي ده او تعمل دراسه الجدوى دي، وبعد كده تبيعها للطلاب او تبيعها لاصحاب العمل. بصراحه في البدايه صديقي كنت مستحرم ان انا اقول لك حاجه زي كده، اللي هو يعني ايه تبيع لحد بحث مش هو اللي عامله ومش تعبان فيه، لغايه ما ادركت ان احنا يعني التعليم عندنا بيمشي اللي هو انت عملت البحث خد الدرجه يلا اللي بعده وخلاص. فما حسيتش يعني ان الموضوع ذا اهميه ان انا اقول لك يعني ان هو حرام وكده. ده تقديري الشخصي، لو انت برضو حاسس ان الموضوع اللي انت بتعمله ده فيه حرمانيه ابعد عنه طبعا. الاستخدام الرابع بقى صديقي هو تطوير محتوى الفيديو. لو بتعمل زي صديقي فيديوهات على اليوتيوب او على اي منصه تانية، فانت طبعا محتاج سكريبت قوي وصور قويه ولقطات كده جامده وافكار للحلقات قويه. كل الحاجات دي بسهوله جدا بالذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي تقدر تعملها. يعمل لك صور تقدر تعرضها، يعمل لك لقطات فيديو. عنده دلوقتي تطبيقات دخلت في شراكه معاه تقدر تستخدمها في كل الحاجات اللي انت بتعملها دي، افكار فيديوهات سيناريوهات تناسب محتواك وجمهورك، كل حاجه انت عايزها يقدر يعملها لك وبضغطه زرار تعمل كل الحاجات دي، والف مبروك تنزل المحتوى بتاعك وتكسب منه فلوس. وطبعا الناس اليومين دول بتتكلم عن اليوتيوب اوتوميشن او ازاي تعمل فيديوهات انت ما تظهرش فيها بالذكاء الاصطناعي وترفعها على اليوتيوب فتكسب منها فلوس. لو حابين حاجه زي كده اكتبوا لي في التعليقات وممكن اشارككم تجربتي فيه وازاي قدرت اكسب منه فلوس. والمهم لو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا ولسه ما عملتش لايك ولا عملت سبسكرايب، انزل اعمل لايك اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان الجديد
دايما مفيد. ولو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 54 عشان دي هتكون كلمه السر اللي هتعرفنا مين صحابنا اللي كملوا الحلقه لغايه هنا وهم مصحصحين ومركزين وما تهوش مني. الاستخدام رقم 5 صديقي هو انشاء خطه تسويقيه. لو انت في مجال التسويق صديقي وعايز تعمل خطه تسويقيه للمحتوى بتاعك او للمنتج بتاعك بسهوله تقدر تعمله بشات جي بي تي ويقدر يعمل لك استراتيجيات تسويقيه حلوه جدا. بس طبعا كل الحاجات اللي كلمتك عنها النهارده في الحلقه لو انت اصلا بتعرف تستخدمه صح وعارف ازاي توصل بيه لاحسن نتيجه ونتيجه حقيقيه مش ان هو بيرد عليك كآلة. فطبعا لو انت ما عندكش خبره في الموضوع ده قبل ما تبدا في كل الكلام اللي قلت لك عنه النهارده اصبر وتعلم. ولو عايز تتعلم ازاي تستخدمه صح وتاخد منه احسن نتيجه اكتب لي تحت في التعليقات استخدام شات جي بي تي ازاي يا طارق او باي طريقه تعجبك. ولو لقيت اقبال كبير جدا هعمل لك حلقه كامله هقول لك ازاي بستخدمه احسن استخدام يطلع لي احسن نتيجه ممكن تتخيلها. فزي ما كنت بقول لك يا صديقي تقدر تخليه يعمل لك استراتيجيات تسويقيه وتقدر تبيعها بعد كده للشركات او تستخدمها انت في شغلك وتكسب منها. الاستخدام السادس هو دعم العملاء او خدمه العملاء. لو انت عندك بيزنس صغير مثلا او صفحه بتديرها ومش قادر ترد كويس على العملاء والدنيا عندك بايظه او اسلوبك مش كويس او الرسائل كتير وكلها بتسال عن نفس الحاجه ممكن تخليه يعمل لك ردود جاهزه ومناسبه كل اللي عليك تنسخها وترميها عند الزبون وخلاص كده. هتقول له مثلا انا عايز رد لو الزبون بيسال على المنتج يا دوب بس سيب لي مكان السعر فاضي وانا هبقى اكتبه انا، او رد مناسب علشان الزبون عندي متضايق عشان عنده مشكله 1 2 3 اتصرف معاه ازاي. كل الحاجات دي يقدر يعملها لك بسهوله. الاستخدام السابع يا صديقي وده كنت بستخدمه بشكل شخصي وانا لسه في الكليه هي ترجمه النصوص. انا كنت طالب بدرس لغه فكنت محتاج اترجم وكانت حاجات كتير بتقف معايا فكنت بستخدم شات جي بي تي انها ترجم حاجات كتير منها. بس طبعا زي ما قلت لك لازم تبقى عارف تستخدمه ازاي عشان ما يطلعلكش ترجمه حرفيه. فممكن تستخدم شات جي بي تي انك تكون حد بيترجم نصوص وتقدر تبيع الخدمه دي على مواقع الخدمات المصغره زي ما شرحت لك في حلقات قبل كده وقلت لك ان انا سيبها لك تحت في وصف الفيديو. اما الاستخدام الثامن بقى يا صديقي هو ان انت تستخدمه في انشاء تطبيقات او مواقع. طبعا لا يخفى عليك ولا على اي حد بيتفرج ان شات جي بي تي بيقدر يكتب لك اكواد برمجيه ويقدر يبرمج لك اي حاجه انت تطلبها منه. فتقدر تطلب منه كود بسيط يساعدك ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها من تطبيقات او مواقع تقدر تبني عليها بقى لو انت عندك خبره مثلا في البرمجه او تقدر تكتفي بيها. انت ما عندكش خبره وكمان بيجي عايز حاجه احترافيه يا عم اتحرج بقى. بهزر معاك يا صديقي ما تزعلش بس انا عايزك يعني تشد حيلك وتبقى مبرمج شاطر يعني ما تعتمدش على حاجات تانية. لكنه يا صديقي ينفع يكون نقطه انطلاق لان بشوف ان دي حاجه حساسه قوي لازم يبقى عندك خبره فيه. ما ينفعش اقول له اكتب لي الكود الفلاني واروح ابيعه للزبون بعد كده لو ظهر اي عطل مش عارف اصلحه. خلي عندك شويه خبره في الموضوع وانت بتعمله. باختصار يا صديقي الذكاء الاصطناعي النهارده ما ينفعش يعدي كده في حياتك عادي لازم تمسكه وتستغله وتكسب منه. فاتمنى حلقه النهارده تكون ساعدتك في ده. ولو في اي حاجه بقى من اللي احنا قلناها النهارده حسيت ان هي شبهك وتنفعك اكتب لي اسمها تحت في التعليقات واعمل لك عنها ان شاء الله حلقه كامله. بس اهم حاجه اياك تكون نسيت تنزل تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه لغايه النهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي لاخرها. وطبعا لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وعناية الاتنين ليك يا صديقي. اتمنى الحلقه دي تكون لطيفه وخفيفه وتكون اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.